الصراحة سامسونج النهاردة بتقدم هاتف يعني أكتر من ممتاز، شاشة ومعالج وكاميرا وبطارية وكمان سعر كويس. فخلينا نشوف الهاتف ده بيقدم ايه. الأول كده حابب أرحب بيكم، يا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي F34. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في آخر الفيديو. واي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها لك بالتفصيل. ولكن يا جماعة ضروري اللايك والاشتراك بتاعكم بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجة تصميم الهاتف. وتصميم الهاتف هنا نفس تصميمات سامسونج تقريبا في الفترة الأخيرة. تصميم أنا شايفه كويس من وجهة نظري. خامات الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك. وخلونا نشوف الشاشة بتقدم ايه. والشاشة هنا جاب حجم 6.5 بوصة مع جودة فول اتش دي بلس وبدقة 2340 في 1080 بكسل مع معدل كثافة البكسلات 396 بكسل لكل انش. والشاشة سوبر اموليد، والشاشة طبعا بمعدل تحديث 120 هرتز، وعليها طبقة حماية وجوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشة هنا الصراحة على فئة وسعر الهاتف فهي هتقدم لك أداء وتجربة كويسين جدا. يعني شاشة أموليد مع 120 هرتز هيقدموا لك تجربة تستمتع بيها ومناسبة جدا لفئة وسعر الهاتف. أما بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج هنا هو إكسينوس 1280 اللي بيجي بدقة تصنيع 5 نانو. والمعالج ده حسب منصة انتوتو بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695. معالج برضه كويس جدا على فئة وسعر الهاتف. المعالج موفر للطاقة بشكل كبير بسبب ال5 نانو، ودي حاجة ممتازة. كمان هيقدم لك أداء كويس جدا سواء في الاستخدام اليومي والتصفح والألعاب والبرامج. فهو بشكل عام بالنسبة لسعر الهاتف اللي انت هتدفعه فهو مناسب وكويس جدا. الهاتف هنا بيقدم لك نسختين، واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن علشان تركب كارت ميموري لازم تشيل خط من الاتنين. الهاتف هنا جايب 3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية وفيها تثبيت بصري، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. والهاتف بيصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 13 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بالنسبة لبطارية الهاتف فهنا جاب حجم 6000 ملي أمبير، بطارية كبيرة وكويسة وهتاخد منها أداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 25 واط. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 13. الهاتف بيدعم NFC، والهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب C، وسماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو. والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس وبيجي بلونين هما الاسود والاخضر، وبيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف فالمعالج قوي وكويس بالنسبة لفئة وسعر الهاتف. الشاشة برضو كويسة وهتاخد منها تجربة كويسة. البطارية هتقدم لك أداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة. أما بالنسبة للعيوب فكنا نتمنى لو كان الشحن السريع يكون أقوى من كده شوية. طيب دلوقتي بعد ما شفنا كل حاجة وقبل ما نخش على المقارنة اللي بتكون في الآخر، خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك إن السعر في مصر وفي السعودية مجرد أسعار إحنا متوقعينها، لأن الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الأسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف تم إطلاقه في الهند بسعر $250. السعر المتوقع في مصر 10,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1100 ريال. طيب كده كويس قوي.
ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 12 5G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي F34. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين كالعادة، ولكن قبل المقارنة حابب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 5G. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج سامسونج هو اكسينوس 1280، اما شاومي فهو بيجي بمعالج سناب دراجون 4 جين 1، وهنا معالج سامسونج بيتفوق. الاتنين بيجوا بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. سامسونج بيجي ببطارية 6000 ملي امبير اما شاومي 5000 ملي امبير، وهنا بطارية سامسونج افضل. سامسونج بيدعم شحن استراع بقوة 25 واط، وشاومي بيدعم شحن استراع بقوة 33 واط، وهنا شاومي افضل. طب دلوقتي بعد ما شفنا الفرق ما بين الجهازين في الامكانيات، خلونا دلوقتي نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار. ولكن خلي بالك ان سعر الجهازين اسعار احنا متوقعينها لان الاتنين لسه منزلوش مصر. سعر سامسونج المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 10000 جنيه. سعر شاومي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام برضو 10000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراءكم في سامسونج جالاكسي F43. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.